مستر هشام في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على الوحده 13 للصف الاول الاعدادي، وعنوانها Stay fit and healthy. Stay fit and healthy طبعا معناها ابقى لائق بدنيا وبصحه جيده. ابقى لائق بدنيا وبصحه جيده. طبعا النظام ده يا جماعه بيتكلم عن نظام دايت نظام غذائي، وبيتكلم على البروتينات وعلى الكربوهيدرات، وبيتكلم على الكالسيوم، بيتكلم على المواد ازاي تبقى مواد غذائيه، ازاي تاكل خضروات، وايه اللي موجود في الكالسيوم، ايه اللي موجود في النشويات، وكل مكونات الاكل. فالنهارده واحده جميله جدا وبتتكلم على السؤال المزين اللي هو كويشن تاج، لو كلام مثبت اخره منفي. والان مع القاعده والكلمات، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وباذن الله يتم المشاركه عليه. عنوان الوحده stay fit and healthy، ابقى لائق بدنيا وبصحه جيده. fit لائق بدنيا، health صحه، جروبز مجموعات، دايت نظام غذائي او رجيم، باستا مكرونه، كربوهيدرات المواد النشويه او الكربوهيدرات، انرجي طاقه، فيجيتابلز خضروات، بروتين البروتينيات، ناتس اللي هو المكسرات او الفول السوداني، لينتلز عدس، فاتس دهون، بونز عظام. انا اسف جدا عندي برد، بس الناس طلبت مني الفيديوهات عشان كده بنزلها. انا عندي برد ليك اكتر من الفيديو فالصوت مش واضح، لكن ما بحبش ازعل كل الطلاب بتوعي. ناتشرال طبيعي، ميلز وجبات، بريكفاست الفطار، برانش فرع، سوبر اللي هو وجبه السحور او وجبه خفيفه، اتليست على الاقل، ميلك لبن، كاروتس اللي هو الجزر، باتر زبده، الكالسيوم، اوليف اويل زيت الزيتون، ويزر الطقس، توبيك موضوع، ادفايس نصيحه، تايرد متعب، انستيد اوف بدلا من، انرجي طاقه، لانجز الرئتين او الرئه، اير الهواء، تشيب اللي هو رخيص، ايديا فكره عظيمه، كيمستري الكيمياء، طبعا سموكرز المدخنون، ادلت البالغون. بعد ما خدنا الكلمات اللي خاصه بكل الستي فيت اند هيلثي، نيجي مع الجرامر. تو ماني كثير للعدد. لما اقول تو ماتش بوكس، تو ماتش بنز يبقى عدد، يبقى تو ماني بلس كاونتابل يعد. عكس تو ماني ايه؟ تو ماتش الكميه. uncountable nouns حاجه لا تعد، زي الووتر، الاويل، الباتر، طبعا حاجات كتيره لا تعد. يبقى يا جماعه تو ماني كاونتابل يعد، بلس زي بوكس بنز. طب تو ماتش uncountable زي الشوجر السكر، التي الشاي، ووتر الميه. بعد كده يجي كلمه جود يعني شاطر، لكن لما اقول جود ات شاطر فيه، I am good at English يبقى اجيب عليها اسم. طب هنا بعد كده جود فور بياتي بعدها جيد لي، بياتي بعدها اما اسم او فيرب زائد اي ان جي. جود ات سبجكت جيد في ماده من المواد، Arabic English. جود فور ذا بادي اند ذا برين يبقى اجيب عليها نون، يبقى جود ات سبجكت، لكن جود فور طبعا جيب عليها اسم او فيرب زائد اي ان جي. نيجي بعد كده الدرس ده بيتكلم عن النصيحه. جه بعد كده النصيحه زي ايه؟ شود وشودنت. شود معناها يجب ان او ينبغي ان. طب شودنت الا يجب ان. لما اقول يو شود ايت هيلثي فود يجب ان تاكل طعام صحي. يو شود سليب ايرلي يجب ان تنام بدري. طب شودنت اقول يو شودنت ستي اب ليت ما تسهرش وقت متاخر. يو شودنت ايت ميني سويتس ما تاكلش حلويات كتير. يبقى شود يجب ان بلس فيرب، شودنت الا يجب ان بلس فيرب. بعد كده هناخد السؤال المزين، والان مع نص الاستماع
الموجود في الكتاب. والآن مع نص الاستماع بقول لك ask Dr. Spring about health. حمدي ودكتور سبرين بيقول له ايه؟ The food groups in the picture are good for us. aren't they؟ ده سؤال مزين. قال له yes. A healthy diet contains food from each group. We should eat a lot of the carbohydrate in bread. يبقى النشويات موجودة في الخبز. باستا، مكرونة، or rice، الرز. To give us energy. بدينا طاقة. We should eat a lot of fruit and vegetables. يجب ناكل كتير من الخضروات والفاكهة. 2 أيضا these contain vitamins. بيحتوي على فيتامينات. Eat some protein and dairy products. بروتين from meat. البروتينات موجودة فين؟ في اللحمة. eggs البيض. fish beans الفول lentils العدس and nuts والمكسرات helps our bodies to give strong. The calcium in الكالسيوم فيه in milk and cheese give us strong bones and teeth. يبقى هنا يا جماعة بيكون مكونات وبيتكلم على كل مكونات الطعام وماذا يجب أن نفعل وماذا يجب ألا نفعل. بعد كده يا جماعه نيجي على السؤال المزين. واهم القواعد النهارده question tags. السؤال المزين هو سؤال ياتي في نهايه الجمله ويتكون من فعل مساعد. يتكون من فعل ايه؟ مساعد وضمير فاعل، والهدف منه ليس طلب معلومه وانما التاكد من صحه المعلومه. يبقى السؤال المزين اهميته صحه المعلومه. طبعا بيتكون من جمله خبريه، فعل مساعد، ضمير فاعل. يبقى تكون السؤال المزين عكس الجمله، فاذا كانت الجمله مثبته يكون الكلام منفي. يعني he is a doctor يبقى isn't he، يبقى حاطين isn't نفي وهي. واذا كانت الجمله مثبته يكون السؤال مثبتا عكس، يعني منفي يبقى مثبت. she doesn't like fish doesn't she. يستخدم السؤال المزين للضمائر فقط، والصيغه المختصره طبعا ان apostrophe t مش not. طبعا اللي بنختصره verb to be am is are was were، verb to have وhas وhad. وطبعا هنا ملحوظه هامه لا تعتبر have ولا has ولا had افعال مساعده اذا اتى بعد تصريف للفعل. لو جبنا بعد have او has او had التصريف الثالث للفعل ما بنقولش بقى haven't، ما بنقولش لا، هنعرف تيجي ازاي. لكن will would can could shall should may might must ده كله بنفيه. يبقى احمد كان swim can't he. ليلى has got two brothers hasn't she. لاحظنا يا جماعه لما جبنا has got والتصريف الفعل قلنا hasn't. لو هنا has فعل اساسي، فعل ايه اساسي؟ يعني اقول ليلى has a car. ليلى has a car النفي مش هيبقى hasn't، هيبقى doesn't have. يبقى إذا جاءت has أو have كفعل أساسي وليس فعل مساعد يبقى has نفيها doesn't have. طب وهاف هيبقى نفيها don't have. إمتى؟ لو جم فعل أساسي. لكن لما جبنا هنا has فعل مساعد وجوت فعل أساسي قلنا has got hasn't she. طب they are not studying now are they. ودلوقتي هنكمل الشرح على الوايت بورد. شرح اكتر بالتفصيل question tag. he is a doctor. هنا is مثبت يبقى انا فيها ايه؟ isn't he. قلنا والكلام مثبت اخره منفي يبقى he is a doctor isn't he. she doesn't like fish. طب مش هنا doesn't منفيه يبقى does she. افرض هنا جبنا ايمان doesn't ما ينفعش اقول does ايمان عشان ايمان بنت نخليها شي. يبقى لو جاب هنا ولد او بنت، لو ولد بنخليها هي، لو بنت بنخليها شي. قلنا فيرب تو بي بيتكون من ام واز وار ووز ووير، يبقى ام نوت از ازنت ار ارنت ووز ووزنت وير ويرنت. نفس الطريقه هاف وهاز وهاد والتصريف التالت للفاعل. قلنا لو جه كده بنقول هافنت هازنت. قلنا لو هاف وهاز يعني اقول I have a car. I have a car. هنا have فعل اساسي يبقى الاجابه هنا don't have. طيب لما اقول he has a mobile
هنا هاز فعل اساسي، يبقى اقول هنا ايه؟ doesn't have. لكن هنا لما جبنا هاز وهاف وبعدين التصريف بتاعت الفعل بقت هاز وهاف فعل اساسي. موديل فيربس بقى will would can could shall should يبقى won't wouldn't can't. احمد كان swim can't he. ليلى has got two brothers. got اهي فعل اساسي وهاز فعل مساعد، يبقى hasn't she. يبقى الكلام مثبت اخره منفي. they are not studying now. are not نفي يبقى are they. سهى توك، ما الكلام ماضي والكلام ماضي بنجيب did. طب هنا الكلام مثبت يبقى ايه؟ منفي. سهى توك my book didn't she. he lives مضارع بسيط، مضارع بسيط بنسأل does يبقى he lives in جيزة يبقى doesn't he. كلام مثبت اخره منفي. they like shopping like مضارع بسيط اهو يبقى don't they. بعد ما انتهينا من السؤال المزيل نيجي بعد كده asking for advice. بطلب نصيحة، بسأل عن نصيحة. ممكن أقول how can I وأجيب الفعل. how can I speak English. how can I get a healthy diet. يبقى عندي نظام غذائي حلو جدا. what can I والفعل في المصدر، what should والفعل في المصدر. طب عاوز أجيب advice، أنا أعطي نصيحة، أقول why don't you try verb زائد ing أو noun. try sleeping early. try ممكن not to. يبقى هنا asking for advice و giving advice. بكده يا جماعة نكون انتهينا من الوحدة ال 13 بكل ما فيها من كلمات وكويستشن تاج وتو ماني وتو ماتش واستخدام شروط. بإذن الله تكون الوحدة عجبتكم ويتم المشاركة عليها. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.